بسم الله الرحمن الرحيم. كيفكم اصحابي؟ معاكم مطبخ دهب. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده وفي احسن حال. يا ريت لو كنت اول مره تشوفوا القناه اضغطوا على الزر الاحمر وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واي اراء واي كومنتات هننتظرها تحت الفيديو. مثل ما انتم شايفين اصحابي هنتحدى البرد، بس مش بمشروب سخن، بمشروب بارد. لذيذ جدا في الشتاء وفي البرد ان الواحد يشرب عصير متلج كده، مثل كاسة العصير المانجو اللي احنا مسوينها كده تحدي البرد. والايس كريم البارد في الشتاء بيكون ليه طعم غير الصيف خالص. لعلمكم لما تشربوا مشروبات باردة بتساعد الجسم اكتر ان هو يحرق، لان الجسم يريد يقاوم البرودة اللي دخلت له، فبيحرق اكتر، فبيعمل عملية تدفئة للجسم اكتر. فتحدوا البرد المرة دي، بس مش بمشروب سخن، بمشروب بارد. كاس العصير المانجو اللي احنا شايفينه هنشوف كيف سويناه. اتمنى لكم فرجة ممتعة للفيديو. خلونا ننتقل للمقادير وطريقة التحضير. مقادير العصير: عندي هنا حبتين مانجا ومخليهم في الفريزر بعد ما قطعتهم. هناخد عصير نص ليمونة، ماء بارد، وسكر. هضربهم كل حاجة في الخلاط ونرجع نشوف شكل العصير مع بعض. رجعنا اصحابي، كل المكونات حطيت السكر وحطيت العصير المانجو وحطيت وزودت بالماء حسب كثافة العصير، وحطينا مكعبات تلج. ومثل ما انتم شايفين عصير جامد جدا. اتمنى العصير يكون عجبكم. اتحدوا البرد واشربوا عصير بارد. متنسوناش في الشير واللايك والسبسكرايب. كان معاكم مطبخ دهب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.